عرفتوا صفوة بتقول ايه عن الجواز؟ معرفتوش؟ تعالوا ما اقولكم. صفوة بتقول انها اتجوزت 3 مرات وحظها وحش مع الرجالة، وان دايما الست الحلوة حظها بيكون كده. وبتقول انا كرهت الرجالة كلها، وانكم تسألوني عن امكانية زواجي في السن ده قلة ادب، لان انا جدة دلوقتي ولو جالي الونس مش هلبس فستان واتصور، لان لو ده حصل هيكون في السر. وانا مش هحب تاني من قلبي، لان قلبي استنزف ومفيش عندي حاجة اديها لاي حد، وحاليا مفيش في قلبي غير حفيدي اللي جالي في الوقت الصح. ووصفت نفسها انها عبارة عن كتلة من الظلم عايشة على وش الدنيا، لانها اتظلمت كتير في حياتها. غير انها قالت ان اسمها الحقيقي حنان، وغيرت اسمها لصفوة مع بداية عملها كراقصة. وقالت عن التمثيل ان ساعات ما بيكونش عاجبها الدور ولا الاخراج، لكن بتوافق في الوقت ده لان ما بيكونش معاها فلوس تصرف على نفسها، والوقت ده بتكون بتمثل وهي ما عندهاش رضا عن اللي هي بتعمله، واللي بيشوفها بيعرف ان هي مش على طبيعتها ابدا. بتقول بس ببقى مضطرة ان انا امثل عشان بيكون عندي ظروف مادية مش كويسة. والسنة دي صفوة عملت كذا دور برضو في رمضان، شاركت مع احمد العوضي في علي كلاي، ومع عمرو سعد في مسلسل افراج، بس كده.